بمناسبه الدكتور ابراهيم حجازي بقى، كنا بنتكلم على لاعب اسمه عصام الدين رجب حميدو. ده اللاعب المصري يا دكتور ابراهيم سافر الولايات المتحده الامريكيه واصبح حاليا نائب رئيس الجامعه في ولايه، وحاكم مستشار حاكم ولايه تينيسي. هي الصوره تبقى معانا هنا دلوقتي. كرموا بوش، كرموا دكتور ابراهيم حجازي. طبعا نزل صور ونزل طبعا نص صفحه. هو من متحدي الاعاقه والوحيد اللي في مصر اللي بقى في امريكا. وكان بصراحه دكتور ابراهيم حجازي متعاطف معاه درجه عاليه. واحنا معانا دلوقتي الاستاذ ابراهيم حجازي تربيه رياضيه وايه نائب رئيس الجامعه ورئيس الجامعه. ومشكلته ان مش لاقي، عايز يرجع مصر ومش لاقي ارض عشان يقعد فيها في مصر. معانا دكتور ابراهيم حجازي. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. اهلا بخير. ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. طبعا حضرتك مشرفنا هنا في التحدي، ومعانا طبعا دكتور ابراهيم خليل وكيل وزاره المجلس القومي للشباب ومعانا الدكتور طبعا ابراهيم خليل وكيل وزاره المجلس القومي للرياضه، وكابتن طبعا منتخب مصر للصم. وكنا بنتكلم على كابتن او الدكتور عصام الدين رجب، وان حضرتك من يعني بهذه نقول الرياضيه اللي مش واخد حقها في مصر. تقول ايه يا استاذ ابراهيم على واحد عصام الدين رجب حميدو؟ لا هو انا عايز اقول ان الدكتور عصام ويعني الدكتور عصام ده لما يعني هي المفروض ان الحكايه انا استوقفني لما عرفت الموضوع بتاعه من سنتين او 3 سنين كتبت فيه واستضفته في التلفزيون، لان دي قصه يعني قصه بتثبت ان قدرات الانسان بلا حدود. يعني هو الحدوته لوحديها لازم الحدوته دي نحافظ عليها عشان نقعد نحكيها لاولادنا واحفاد احفادنا. علي الصوت شويه يا دكتور يا استاذ ابراهيم. نعم علي الصوت شويه بس على اذنك. ما انا اصلا انا العربيه انا مش انا معلش، فانا بنحاول مع بعض نسمع. طيب المساله بتاعه الدكتور عصام يعني ده واحد الظروف كلها ضده، كل الظروف ضده، انما عندما يملك الانسان داخله الحافز مفيش حاجه توقفه. واحد النهارده يعني من عائله بسيطه، اهالينا البسطاء يتولد، بعدين بعد ما يتولد بيومين والده يموت فالدنيا تتعقد، وبعدين يجي له شلل اطفال تتكربس اكثر ما تتكربس. ومن هذا المنطلق ومن المنحنى من النقطه كلها يبدا هو مرحله كفاح غريبه جدا. يبقى حاطط في اصراره هو يروح يلعب في المدرسه كوره، فالمدرس يطرده بره يقول له يا مشلول انت اطلع بره، مش عارف يجي يعمل ايه كذا. حط في دماغه ان هو يبقى بطل. لما خد ثانويه عامه شوف الاصرار، شوف القيمه، شوف الشموخ بقى والكبرياء. كل التربيه الرياضيه عشان عالي التربيه الرياضيه. طبعا اللي عملوه فيه ما اتعملش في حرامي في جامع. طبعا المهم راح واخد بكالوريوس وخلص وهو دخل في البطولات بتاعه اعتقد يعني وخد ميداليات والكلام ده كله. وبعدين هو لقى ان هنا مفيش فايده سافر على بره. القصه انا اول حاجه هناك انه عمل ايه؟ انه درس ثاني تربيه رياضيه. مظبوط. عشان يثبت ثاني لانهم، وبعدين ياخد من دكتوراه ويبقى استاذ جامعه. ده واحد كان النهارده عايز اقول لكل شاب لما تصطدم باي مشكله، لما تحصل اي مشكله انك انت تتولد ابوك يموت ويجي لك شلل وتتعمل وانت فقير والكلام ده كله، انما من منظومه الاحتفاظ دي كلها عمل اعظم انجازات واعظم انتصارات واعظم حاجه تتعمل قدوه. هذه هو ده الانسان. تخيل يا دكتور، ده على فكره التحدي بتاع الانسان المصري ده مش هتلاقي الكلام ده عند اي حد تاني على فكره. استاذ ابراهيم مشكلته ايه؟ بيقول لي انا عايز ارجع وعايز ارض. ده موضوع خايب اللي بنتكلم فيه. ارض ايه؟ ارض ما بتاعت المصريين ده موضوع ثاني مش لاقي. القضيه ان احنا في مصر هنا نعمل قصته دي، ده المفروض يبقى قصته. الحدوته دي لازم تجي لكل طفل في كل مدرسه. لازم دي حدوته حكايه قبل النوم نقولها لعيالنا، مش ان احنا نعلمهم طوب يشيلوا علم مصر ويحرقوا في مصر.
هذه القضيه اللي بناخدها من الدكتور عصام. الموضوع انا بالتالي يا استاذ ايهاب. مظبوط والله. هو على فكره هو جاي هنا في شهر 7 ولغايه دلوقتي بنحاول نساعد مع وزير الاسكان، نجيب له شقه، نجيب له ارض عشان يستقر. يقول لك انا عايز ارجع بلدي، انا عايز ارجع بلدي، لكن هو النهارده عشان مع وزير الاسكان معذور ووزير البدنجان معذور وكل الوزراء معذورين، ما حدش عارف حاجه. لو لما انا بقول عصام دي قصته، هي دي القصه. لان انا لما يبقى عندي حد زي كده يبقى ما فيش حاجه في الدنيا، ما فيش حاجه في الدنيا مستحيله. ده اللي عايزين نقوله وده اللي عايزين نتعلمه. هو ده الدكتور عصام ممدين. انما مش هنشحت على عصام احنا. هو اعظم من اي وزير واعظم من اي عسكري. ده شرف لينا. انت عارف يا استاذ ابراهيم ان هو حاليا كان مستشار حاكم ولايه تينيسي. وانا بعيدا عن ده، دي قصته هو، قصه التحدي. ولا لا يهمني حاكم الشرك ولا حاكم العفريت الازرق. انا اللي يهمني مصريه جميله رائعه. الحدوته دي اللي تبقى موجوده، هي دي اللي اخواننا في مركز المجلس القومي للشباب يعملوا حدوته صغيره. الراجل ده يجي لما يجي هنا نبقى بنستضيف له مجموعات من الشباب يقعد يتكلم معاهم، يزرع الامل فيهم. يعني هو في اكتر محنه في واحد اكتر من اللي اتعرض لها الراجل ده. مفيش محنه في الدنيا حد يتعرض لها كده. يا ابوه يموت وهو فقير والدنيا كلها تبقى ضده. كل ده كله وقف وصلب عوده وبقى حدوته من زي الاساطير بالظبط. عصام عندما نريد ان نتكلم عنه، هو ان شاء الله هو هيكون هنا في شهر 7. هو اعظم من لها. لما تحكي هيحصل بعديها. مظبوط يا دكتور. بنتكلم ولا معاك حد بقى دلوقتي. ده السيد رقم للشباب يتعمل موضوع، لان ده حكايته لازم تبقى حكايه على كل لسان. هو جاي في شهر 7 يا دكتور يا استاذ ابراهيم ان شاء الله. وهنضيفه هنا ونحاول نعمل معاك كل حاجه يعني. ربنا يسهل ان شاء الله. احنا سعداء بحضرتك يا استاذ ابراهيم، وطبعا ان حضرتك مشرفنا في برنامج ابطال التحدي. شوف حضرتك بقى قصه معاق بيتخانق. صور ليه دلوقتي على فكره. الصور اللي قدامنا دي هنشوف دي كان كرمه. وادي كلينتون، ده دكتور عصام الدين رجب مع كلينتون. ده مع بوش ايام ما كان المنتخب في اثينا في اولمبياد اثينا. المدرب ده المدرب اللي مرن محمد علي كلاي اسمه تمبل. ده المدرب اللي هو بيمرنه. والشهاده دي على فكره من ولايه مستشار الولايه. دي حاجه جميله طبعا، انا بجيبها. حاجه مشرفه يعني. حاجه عظيمه طبعا. وخصوصا ان هو كمان يعني صمم ان هو يخش كليه تربيه رياضيه، ودليل ان هناك يعني بيسمح ان يبقى عنده اعاقه او عنده حاجه ان هو رياضي ويقدر يمارس رياضه. ويمكن دوت يعني حد يخش تربيه رياضيه هنا قالوا له ما ندخلش معوقين. امريكا قلب الدنيا خالص طبعا. لا ما هي يعني نظام يعني طبعا، ودي دليل على الاصرار والعزيمه يعني. سعداء جدا. الوقت جري عدينا